السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. هعمل معاكم النهاردة ديكور بسيط جدا لرمضان من حاجات لعب الولاد وموجودة في البيت عندي كرتونة قسمتها دايرتين ولزقتهم في بعض كده عشان يبقى شكلها حلو ومقوية شوية. ممكن يبقى في إمكانيات عندك تعملي أي حاجة موجودة عندك تدوريه وتعمليه، بس دي كرتونة. بصي، حاجات بسيطة جدا هتغير شكل اللعب بتاعت الولاد. فوانيس رمضان غالية جدا والحاجة كلها غالية، وعايزة أعمل حاجة حلوة ليهم تفرحهم. عملت حاجات رمضان وفوانيس رمضان كتيرة قوي، وهحط لكم الفانوس بتاع السنة اللي فاتت، بس حبيت أغير. جبت عروسة من اللي هي العرايس اللعب الصغيرة بتاعتهم ديت، وحتة من الفل ديت كانت مرسومة ملفوف عليها شريط الستان اللي هي بنبقى نجيبهم نشتريها. أي حاجة تحبي تلزقي فيها. الرجلان المسلوعة ديت خرمت بها الفل ونزلتهم. لو ثبتهم عاملين زي البلالينا هيقعوا. فحتة الفل دي ظبطت معايا أوي. هلزقها وهفرح الولاد بيها وهتبقى جميلة وزي الفل. واصحابهم هيقولوا لنا هاتوا يلا عم خلي ماما تعمل لنا زي ما عملت لكم. انا مش ظاهره العروس عشان قلعتها الفستان بتاعها. فجبت ورقه كراسه رسم اظن عندنا او ورقه من الكشكول بتاعنا في النص بتاع الولاد، وعملت جلوشه زي ما انتم شايفين، وهعملها بطانه للفستان. ولو عندك شويه طل هتعملها في عروسه زي العرايس الحقيقيه. بس بالامكانيات الموجوده عملت. محدش يقول لي عامله عرايس ليه في رمضان، ده عرايس تبقى اصنام، ده مش عارفه ايه. لا، احنا كلنا مسلمين وعارفين ربنا، واحنا عندنا تماثيل وحاجات كتير في مصر طول عمرها من سنين السنين، وموحدين ومؤمنين بسيدنا محمد وبالقرآن الكريم. طبعا وموحدين بالله سبحانه وتعالى. وكل الحاجات دي قدامنا من زمان، فاحنا بنفرح ولادنا يعني. مفيش فيها اي حاجة يعني. حتة شريط عندي، حتة قماشة، أي الموجود عندي. وبنفس ما وزي ما عملنا في البطانة البيضة عملنا برضو فيها. شكلها جميل وغيرناها وخليناها تحفة. هعمل صدر الفستان من الحتت اللي طلعت دي. بسيطة جدا جدا، ولو ما عندكيش شمع هاتي إبرة وفتلة وحاولي تعملي برضو هتمشي معاكي. هتدوري في جلابك هتلاقي عندنا حاجات كتير، هتلاقي عندنا في المطبخ كراكيب كتير. هتعملي منها وهتعملي إبداعات حلوة وتفرح ولادك. شايفين الجمال؟ اي استرس عندك بقى. انا والله العظيم الحاجات دي كلها من فساتين قديمة عندي بحتفظ بيها. انا بحتفظ بالحاجات دي ما برميهاش. حاجات بسيطة، لمسات بسيطة بتخلي المنظر تحفة. وربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب. الفانوس اللي عملته السنة اللي فاتت ما شاء الله زي الفل، ما حبيتش اكرره بقى. قلت اعمل حاجة حلوة في وسطها الفانوس، وتبقى ديكور حلو في المطبخ كده جنبي. وبعد بصراحة ما حدش خلاه ديكور، ده جم خدوها على طول يلعبوا بها. طبعا احنا بنفرحهم، ربنا يا رب يصلح حالهم ويسعدهم في ايامهم ويعدي الايام دي كلها على خير ان شاء الله. شايفين شكلها حلو زي؟ يلا بعد تعالى نعمل شعرها بقى. اعمل لها ضفيرة. وجبت حتة ورقة مقوية وحطيت عليها حتة من نفس الفستان. عايزة اعمل لها بقى ايه، كنت عايزة اعمل لها اللي هو القرطاز اللي ممكن يتحط ده، بس يجي حتة صغيرة كده فبقى شكلها حلو برضه. عاملة زي اليونيكورن اللي بتبقى تيجي في الكرتون. حاجة كده بسيطة ادتها شكل جمالي، وبنفس الاسترس برضو الموجود عندك عملتها على الضفيرة وشكلها جميل قوي. عندي عروسة تانية زيها اعملها بنفس الفكرة، بس ايه، وادي قعدة التدوير بتاعة العرايس وبتاعة لعب العيال بقى زي الفل وزي الورد، ومع حبل من الليد نورته بيهم وبقى شكله زي الفل. والفانوس بتاع السنة اللي فاتت. وكل سنة وانتم طيبين ونعاد عليكم الأيام بخير. مش هتغلبوا وهتفرحوا عيالكم وهتعملوا كل حاجة من بيتكم. كل سنة وانتم طيبين.